سنو وايت. وهنا هنحكي القصة الأصلية بتاعت الأخوين جريم، لأن في نسخة شبيهة بتاعت ألكسندر دوماس، وهنقارن ما بينهم في الآخر. الحكاية بتبدأ زي ما احنا متوقعين. كان يا مكان كان في ملكة بتغزل في التلج، وبالغلط عورت صباعها فنزل 3 نقط دم على التلج. وعلى عكس أي إنسان طبيعي هي شافت إن ده منظر بديع، واتمنت إنها تخلف بنت فيها من بياض التلج ومن حمار الدم ومن سواد خشب الأبانوس، ولا كأنها داخلة كارفور تنقي مرتبة. ولكنها بعد مدة خلفت بنت بشرتها بيضة وخدودها حمراء وشعرها أسود، عشان كده سموها بياض التلج سنو وايت. الأم خلفت البنت من هنا وماتت من هنا، عشان بعد سنة الراجل يتجوز ست جميلة جدا لكن مغرورة، لأنها ما كانتش بتستحمل وجود حد أجمل منها. وكان عندها مراية عجيبة دايما تقف قدامها وتبص لها وتقول: مرايتي يا مرايتي على الجدار، مين الأجمل في كل الديار؟ وكانت المراية على طول بترد عليها إنها الأجمل، لحد ما بياض التلج تمت 7 سنين. وقتها لما مرات الأب سألت المراية السؤال المعتاد، المراية ردت عليها المرة دي رد مختلف وقالت: انتي كنتي الأجمل، لكن بياض التلج أجمل منك 1000 مرة. ومن ساعتها مرات الأب بقت عدوانية ناحية بياض التلج، وفضل حقدها يكبر لحد ما استدعت صياد من رجالتها وأمرته ياخد البنت للغابة ويقتلها ويرجع لها بدليل موتها. ايه هو الدليل اللي عاوزاه؟ كبدها ورئتينها. ما تتصدمش لانها ما طلبتش قلبها. وفعلا الصياد نفذ طلبها وخد البنت على الغابة، وفي الوقت اللي خلاص كان هينهي حياتها فيه صعبت عليه من جمالها. ووقتها سنو وايت قالت له: سيبني وانا هختفي ومش هرجع للقصر تاني. وفعلا سابها وهو بيفكر ان كده كده الوحوش هتخلص عليها وهو يرتاح من الموضوع ده من غير ما يرتكب جريمة. وفي طريق رجوعه اصطاد خنزير صغير وخد كبده والرئتين بتوعه وسلمهم للملكة، اللي اديتهم لطباخ القصر علشان يطبخهم عشان تاكلهم. شايف حكايات الأطفال زمان؟ خلينا نكمل. دلوقتي الطفلة اللي عندها 7 سنين فضلت تمشي في الغابة لحد ما لقت بيت صغير، فدخلت تستريح جواه ولقيته مترتب وكل حاجة فيه صغيرة شوية. ولأنها كانت جعانة لما شافت ترابيزة عليها 7 أطباق و7 كوبايات، كلت من كل طبق شوية وشربت من كل كاس شوية نبيت. طبعا طفل عندها 7 سنين ما تشربش ليه؟ انت هتركز. وبعد ما كلت دخلت تنام، وفضلت تجرب ال7 سراير علشان تنام على واحد فيهم. وفعلا سابع سرير كان على قدها، فقعدت عليه وصلت لربها ونامت. ولما دخل الليل وصل أصحاب البيت الأقزام ال7. طبعا عرفوا ان في حد أكل وشرب وجرب سرايرهم، وشافوا بياض التلج نايمة وانبهروا بجمالها، فسابوها تنام للصبح. ولما صحيت اتخضت منهم جدا وما هديتش غير لما طمنوها وحكت لهم حكايتها، فوافقوا انها تقعد معاهم بشرط انها تكنس وتطبخ وتروق، وهم يخرجوا يعملوا تنقيب عن الذهب والماس، ولما يرجعوا يلاقوا الاكل جاهز. وحذروها ان مرات ابوها اكيد هتعرف انها موجودة، وامروها ما تدخلهاش البيت نهائي. وعلى الناحية التانية مرات الاب كانت واقفة قدام مرايتها وسألتها نفس السؤال: مرايتي يا مرايتي على الجدار، مين الأجمل في كل الديار؟ ردت المراية وقالت لها: أحمد حسن. قالت لها: كنتي الأجمل، لكن بياض التلج اللي في بيت الأقزام ال7 أجمل منك 1000 مرة. أحي مراية فتانة. قامت مرات الأب اتنكرت كبياعة بتبيع أحبال الجزم وراحت على بيت الأقزام ال7، وبياض التلج ما شكتش ودخلتها عشان تشتري منها. قامت الملكة خنقها بالرباط لحد ما وقعت على الأرض. التفاحة مسمومة قال وجريت مرات الأب. ورجع الأقزام بالليل واترعبوا من المنظر اللي شافوه، وشافوا الحبل حوالين رقبتها، ولما شالوه رجعت تتنفس بهدوء وفاقت. وسمعوا منها الحكاية وفهموا إن دي مرات الأب، وطلبوا منها تاخد بالها وما تدخلش حد نهائي. طبعا الملكة قررت على المراية السؤال وجه نفس الرد. قامت صنعت ايه بقى بفنون السحر اللي تعرفها؟ لا مش تفاح، مشت سام. وراحت على سنو وايت اللي قالت لها ان مش مسموح لي ادخل حد، لكن لما مرات الاب المتنكرة وريتها المشت عجبها، راحت مدخلاها علشان تشتريه. سنو وايت الكلاون والست العجوزة حطت المشت في شعرها، فسنو وايت وقعت على الارض وجريت مرات الاب. بس كان الوقت متأخر، والأقزام ال7 رجعوا لقوا المنظر ده
وقعدوا يفتشوا فيها لحد ما لقوا في شعرها المشط، واول ما شالوه صحيت تاني. وزي المرة اللي فاتت حذروها وقالوا لها ان التالتة ثابتة ويمكن المرة اللي جاية ما يلحقوهاش. ومرات ابوها تاني وقفت قدام المراية وخدت نفس الخبر في وشها. قامت بقى محضرة التفاحة السامة الحمد لله، واتنكرت كفلاحة المرة دي. طبعا سنو وايت رفضت تدخلها او تاخد منها حاجة، ولان مرات الاب كانت مسممة نص التفاحة بس، كلت قدام سنو وايت النص العادي عشان تطمنها. فالتانية طبعا زي الهبلة أمنت لها وكلت النص المسموم وماتت، توكلت على الله. ولما مرات الأب رجعت القصر المراية الحمد لله قالت لها انت أجمل حد. وبالليل رجع الأقزام لقوا سنو وايت وقع على الأرض، وقعدوا يفتشوا فيها لكن ما لقوش حاجة زي كل مرة، فحطوها على حمالة وفضلوا يبقوا عليها 3 أيام، وما كانوش عايزين يدفنوها لأن كان لسه خدها محمر، ومش حابين إن الجمال ده يترمي عليه تراب. فجابوا تابوت إزاز شفاف كتبوا عليه اسمها وإنها بنت ملك، وحطوها على قمة جبل، وكل يوم واحد من الأقزام يحرسها. وفضلت كأنها نايمة مدة كبيرة. وفي يوم تاه أمير جوه الغابة، بالصدفة شاف التابوت واستأذن من الأقزام ياخده لأنه مش هيعرف يعيش من غير ما يشوف الجمال ده تاني، فوافقوا. ولما الخدم شالوا التابوت واحد منهم اتكعبل وهم ماشيين بالتابوت فتهز هزة عنيفة، فخرجت التفاحة المسمومة من بق سنو وايت لأنها كانت واقفة في زورها ما بلعتهاش. وفجأة صحيت وسألت الأمير إيه اللي حصل؟ رد عليها رد منطقي جدا، قال أنا بحبك وعايز أتجوزك. راحت رد عليه رد منطقي أكتر منه، وافقت. ويوم الفرح مرات الأب بتلبس أفخم هدوم عندها كواحدة معزومة على زواج أمير، وقبل ما تخرج راحت سألت المراية السؤال المعتاد، مرايتي يا مرايتي على الجدار مين الأجمل في كل الديار؟ قامت ردت المراية قالت كل اللي يعمل شير وسبسكرايب ويشترك على القناة. بس المراية بتقول لها إنك كنتي أجمل واحدة، لكن بياض التلج الشابة أجمل منك 1000 مرة. فغضبت مرات الأب جدا وقررت تروح تشوفها، وبدت ترجع عرفتها. وساعتها الخدم مسكوا الملكة وحطوا لها جزمة حديد سخنة واتحكم عليها تلبسها وترقص بيها على النار لحد ما حياتها تنتهي. القصة اللي كتبها ألكسندر دوماس فيها اختلافات عن القصة دي، زي إن جمال سنو وايت ابتدى عند 20 سنة مش 7، والملكة طلبت قلبها من الصياد وخلت الكلاب تاكل قلب الخنزير اللي كانت فاكرة إن هو قلب سنو وايت. وفي بيت الأقزام ال7 شربت مية مش نبيت. ولما الأمير وسنو وايت اتجوزوا كان عايز يعلن الحرب على الملكة الشريرة، بس سنو وايت قالت له ربنا هيعاقبها. وفعلا الجدري اجتاح المملكة واتعادت منه. حياتها ما انتهتش بس وشها اتشوه من المرض، والجدري ساعتها في الوقت ده كان مرض مخيف ملوش علاج. ولما وقفت قدام المراية وسألتها ردت وقالت انت بقيتي الأقبح بين الناس. وساعتها وقعت ميتة من الصدمة، والملك أبو سندريلا حمد ربنا إنها ماتت لأنها كانت منكدة عليه عيشته، بس كان زعلان إن مفيش حد دلوقتي هيورث مملكته. ولما سنو وايت سمعت بحزنه راحت له مع جوزها الأمير وسلمها المملكة. أما الإخوة جريم فدول أصلا عدلوا على نسختهم الأولانية بعد اعتراض القراء عليها، لأنهم كانوا مخليين في الأصل الأم هي الحاقدة مش مرات الأب. طب ما تيجي نسأل الأسئلة المهمة، ليه القصة كانت مرعبة بالشكل ده؟ وليه معظم القصص في الوقت ده كانت كده؟ خصوصا انها مكتوبة كقصص للأطفال مش للكبار. ده يا عماد علشان التربية الحديثة زمان كانت معتمدة على إرعاب الطفل وتخويفه، عشان الطفل ما يقربش من الحاجات دي على أحسن منها الغنى تاكله. ونعم التربية. دي كانت الحكاية النهاردة، حاولوا تقروها ولو ما عرفتوش اديكوا خدتوا مختصر مفيد عنها، يمكن يساعدكم الفيديو ده في يوم من الأيام انكم تقروها. واشوفكم قريب من مختصر مفيد مع أحمد حسن.